كان ممكن تبقى لحظة عادية، لكن في اللحظة دي طفلة بريئة راحت. كانت ماشية بخطوة صغيرة لكن بتفكير كبير، بتساعد راجل شكله عاجز، بس ما تعرفش ان الضعف كان تمثيل، وان اللي قدامها مش بني آدم، ده كان وحش. النهاردة هنحكي عن ريماس، طفلة عندها 8 سنين. كل ذنبها انها خرجت تشتري عيش بس ما رجعتش. ريماس ما ماتتش، بس ريماس اتخدعت وانكسرت وغابت في صمت ما يتوصفش. لو عايز تعرف حكاية ريماس، تابع معانا لآخر الفيديو. تحديد الساعة 11 الصبح يوم 6 إبريل 2021 في منشية السيد محمود في الدقهلية، ريماس لبست هدومها البسيطة، خدت فلوس من جدتها عشان تروح تجيب عيش من الفرن. كل الناس في الشارع شافوها، بس محدش كان يتخيل إن ده آخر مشوار ليها في الدنيا. كان واقف قدام الفرن راجل غريب، لابس نضارة سودا وماسك عصاية في ايده. الناس قالت شكله أعمى وغلبان. ريماس كانت بتشتري العيش، قرب منها وقال لها بصوت هادي: يا بنتي أنا مش شايف، ممكن توصليني لحد باب بيتي؟ ببراءة الأطفال قالت له حاضر يا عمو. مشيت جنبه وهو بكل خبث مد ايده وحطها على كتفها. الناس لما شافوهم محدش شك لحظة، كل اللي حوالين الفرن قالوا بنت شاطرة بتساعد راجل كبير. بس الحقيقة اللي واقف ده ما كانش كفيف، ده كان عبد العظيم 43 سنة، حداد وقلبه أسود من السواد نفسه. كان شايف كل حاجة وكان بيخطط لكل حاجة، كان بيخطط لأبشع جريمة ممكن تحصل. ريماس كانت ماشية بخطوات بريئة، مش عارفة ان آخر سلمة هتطلعها هيكون وراها نهاية حياتها. وصلوا لباب بيته وقال لها: ممكن تطلعيني لحد فوق يا بنتي؟ أنا مش شايف. ريماس وافقت، طلعت معاه، بس الباب اتقفل والدور اتغير. حاول يلمسها قومته وصرخت، بس هو ما تراجعش. جاب السكينة وطعنها 3 طعنات، وشها من كتر الضرب بقى أزرق وكف ايديها متورم. بنت صغيرة من الجيران لمحت ريماس وهي طالعة مع الراجل ده، سكتت لحظة بس قلبها ما كانش مرتاح. جريت على أهلها، لقيتهم كانوا بيدوروا عليها. قالت لهم أنا شفت ريماس كانت طالعة مع الراجل اللي لابس نضارة سودا. أمها صرخت وأبوها نزل يجري في الشوارع، الناس كلها قلبت الحتة تدور عليها. حد من الجيران قال لهم في راجل جديد مأجر شقة من شهرين. سألوا عن شقته. عمة المتهم قالت لهم أيوة ده ساكن في الدور التاني، أول باب على الشمال. طلعوا زي المجانين، خبطوا على الباب، فتح لهم بنفسه، واقف بلبس بيتي، شكله مش طبيعي وعينه عمالة تروح شمال ويمين. ولما سألوه عن ريماس رد ببرود: أنا معرفش حد بالاسم ده. مين ريماس دي؟ بس ريحة الدم سبقت الكلام. حد من الموجودين بص على السلم وسكت، ومرة واحدة قعد يصرخ: يا ناس يا ناس، ريماس اهي. جثة كانت مرمية على البسطة، وشها لونه أزرق من الضرب، طعنات في بطنها وجنبها وظهرها، والدم مغرق السلم. ساعتها الزمن وقف والدنيا سكتت. صوت أمها وهي بتصرخ هز الحارة كلها: بنتي يا ناس، بنتي يا ناس، بنتي ماتت. الشرطة وصلت خلال 10 دقايق وقبضوا عليه، وفي التحقيقات المتهم قاعد قدام وكيل النيابة، مفيش دمعة، مفيش ندم، كأنه بيتكلم عن كيس سكر مش عن روح بريئة راحت منه. قال لهم كنت ماشي في الشارع، شفتها صغيرة وبريئة، كانت ماسكة كيس عيش، ناديت عليها وقلت لها تعالى اجيب لك حاجة حلوة. ضحكت لي وجت معايا ودخلنا البيت. صوته كان بارد جدا، ما فيهوش لا خوف ولا خجل. اول ما قفلت الباب حاولت المسها، صرخت، خافت، مسكت السكينة وضربتها. سكت لحظة وبعدها قال: انا ما كنتش ناوي اقتلها، بس هي كانت هتفضحني، ولما ماتت فكرت ارمي الجثة تحت السلم يمكن محدش ياخد باله. تقرير الطب الشرعي جه، مفيش اثر اعتداء جنسي، بس في طعنات كتير والوش ازرق من شدة الضرب. عبد العظيم اعترف بكل حاجة من اول الخطة لحد الجريمة. ريماس ما ماتتش بس من الطعنة، ماتت من خيانة الطيبة، من ضعف الحماية، من وحش في صورة بني آدم. في كل شارع، في كل حارة، طفلة زي ريماس. ما تسيبوش البراءة تتكسر، احكوا قصتها عشان تفضل عايشة وتبقى بصمة الحقيقة.